في تطور مثير يعيد رسم ملامح المشهد القضائي بالمغرب، يدخل قطاع العدالة نفقاً من التصعيد الشامل. أزمة مشروع إصلاح مهنة المحاماة بلغت ذروتها عقب إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوة حاسمة تمثلت في توقف وطني كامل عن ممارسة المهام المهنية. هذا الإضراب الشامل يمتد لأسبوع كامل ابتداء من 15 من يونيو وحتى 21 منه، ما يهدد بتعطيل الجلسات والإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة. خلفيات هذا القرار الصارم تبلورت بعد اجتماع عاصف عقده مكتب الجمعية بالعاصمة الرباط لتقييم مستجدات مشروع القانون المنظم للمهنة ونتائج التواصل مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. الهيئات المهنية عبرت عن رفضها القاطع لما اعتبرته خطاباً يستهدف المحاماة ومؤسساتها، مشيرة بأصابع الاتهام إلى تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي تجاوزت حدود النقاش المؤسساتي وخلقت حالة من الاحتقان داخل الجسم المهني بسبب ما وصفته باتهامات غير مؤسسة تمس بالأدوار الدستورية للمحامين. الخلاف الحاد لا يقتصر على مضامين القوانين المقترحة فحسب، بل يمتد إلى غياب المقاربة التشاركية والتشاور الكافي مع المؤسسات الممثلة للمحامين. وفي خطوة للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية، أكدت الجمعية أن تعاضدية هيئات المحامين التي توفر التغطية الصحية للآلاف تشتغل وفق المقتضيات القانونية وتخضع لمراقبة دقيقة أثبتت إيجابية مؤشرات حكامتها وتدبيرها المالي، تفنيداً لأي ادعاءات تتوخى استهداف هذا المرفق الاجتماعي. أمام هذا الوضع المقلق، قرر المحامون نقل المعركة إلى مستويات عليا عبر توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتعبير عن رفضهم للخطاب التحريضي ضد المهنة، بالتزامن مع إطلاق تحركات إعلامية واسعة. ومع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة، تظل التساؤلات قائمة حول مصير الجلسات القضائية العالقة وحقوق المتقاضين وتطورات هذه المواجهة المفتوحة في الأيام القادمة. فهل تتدخل الحكومة لاحتواء الأزمة أم أن التصعيد سيأخذ أبعاداً أخرى؟ شكراً على المشاهدة وإلى اللقاء.